الفشل أكتر كلمة تسمعها في قصة أي شخص نجح، لكن الغريب إن الفشل ممكن يكون سبب في نجاح شخص وممكن يكون سبب في اختفاء شخص تاني، لأن الفشل في حد ذاته مش هو المشكلة، لكن المشكلة هو اللي بيحصل بعد الفشل. هل هتعتبره نهاية ولا هتعتبره فرصة وترجع أقوى؟ وعلشان نفهم الفرق خلينا نشوف 3 قصص للرياضيين، كل واحد فيهم وقع في لحظة مختلفة، لكن كل واحد فيهم اختار يقوم بطريقة مختلفة. فوعدك إن الفيديو ده هيغير نظرتك للفشل بنسبة كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيك صديقي المشاهد في مكانك وقناتك مايند سيت اف سي، القناة اللي بتمثل عليك كل رياضي محترف. فكرة القناة بكل بساطة استخراج القيمة من القصص الرياضية، فلو أنت لاعب كرة أو رياضي اشترك في القناة، ولو أنت بتحب القصص وبتستمتع بيها اشترك في القناة. تخيل انك وصلت اخيرا للمكان اللي كنت بتحلم بيه طول عمرك، اكبر دوري في العالم تقريبا، واحد من اكبر انديه انجلترا، تشيلسي. كل حاجه المفروض تبدا من هنا، لكن بعد فتره قصيره تكتشف انك مش بتلعب، بتتفرج من بره، تستنى فرصتك، ولما الفرصه بتيجي مش بتكتفي عشان تثبت نفسك. وده تقريبا اللي حصل مع محمد صلاح. في يناير 2014 صلاح انتقل من نادي بازل السويسري وهو عنده 21 سنه، وداخل على خطوه ضخمه جدا في مسيرته. خلال الفتره اللي قضاها صلاح مع تشيلسي مشاركته في الدوري الانجليزي كانت محدودة، سجل هدفين بس، ومع الوقت بدأ يوضح إن صلاح مش جزء أساسي من خطة الفريق. وهنا كان ممكن القصة تنتهي بشكل عادي جدا، لاعب عربي وصل لأكبر مستوى لكن ما قدرش يثبت نفسه، يمكن مستواه مش كفاية، أو يمكن الدوري الإنجليزي أكبر منه، أو يمكن دي كانت آخر خطوة في حلمه. لكن صلاح عامل حاجة مختلفة. صلاح ما قررش إن هو يسيب الاحتراف ويرجع لمصر مرة تانية، ولكنه غير المكان، راح نادي فيورنتينا في إيطاليا على سبيل الإعارة، وهناك بدأنا نشوف نسخة مختلفة من صلاح، ثقة أكبر، مشاركة أكتر، واهداف اكتر. وبعدها انتقل لروما، وهنا القصه بدات تاخد شكل مختلف تماما، لان صلاح ما كانش بيحاول يرجع لتشيلسي، لكنه كان بيبني نفسه من جديد. كل مباراه وكل موسم كل تجربه كانت بتضيف حاجه للاعب اللي بعد كده هنشوفه في ليفربول، لحد ما في موسم 2017 رجع صلاح لانجلترا مره ثانيه، لكن المره دي مش نفس اللاعب اللي مشي من تشيلسي. المرة دي كان راجع وهو عارف هو قادر يعمل ايه، وفي أول موسم ليه مع ليفربول سجل 32 هدف. اللاعب اللي كان من كام سنة مش قادر يثبت نفسه في تشيلسي بقى بيكسر أرقام قياسية في نفس الدوري. وهنا لازم نسأل السؤال الحقيقي، هل صلاح فشل في تشيلسي؟ الإجابة أيوة، لكن هل ده معناه إنه كان لاعب فاشل؟ الإجابة لا. وده أول درس في قصتنا، إنك تفشل في مكان معين مش معناه إنك فاشل. أحيانا الفشل مش بيقولك أنت مش كويس، ولكنه بيقولك إن المكان ده مش المكان اللي هتطلع فيه أفضل نسخة من نفسك. لكن مش كل فشل بيكون مجرد فرصة ضاعت منك، أحياناً الفشل بيخليك تشك في الحلم نفسه، وده اللي حصل مع لاعب اسمه أنطوان سيمينيو، وهو عنده 15 سنة كان بيحاول يعمل حاجة واحدة، يبقى لاعب كرة قدم محترف، لكن الطريق ما كانش ماشي زي ما كان متخيل. دخل تجارب مع أندية كبيرة زي أرسنال وتوتنهام وفولهام، وفي كل مرة تقريباً كانت النهاية واحدة، الرفض. لكن سيمينيو كان لسه عنده أمل، لحد ما حصلت تجربة كريستال بالاس. يمكن المرة دي تكون مختلفة شوية، ويمكن تكون دي الفرصة اللي هتفتح له الطريق، لكن بعد التجربة الرفض جاله مرة تانية، وهنا حصل أخطر شيء ممكن يحصل لأي رياضي. سيمينيو ما قالش هجرب تاني، ولكنه قرر يبعد عن كرة القدم لفترة طويلة جدا. تخيل لاعب عنده 15 سنة لسه في بداية مسيرته، كان شايف إن مستقبله كله موجود في كرة القدم، وفجأة يقرر إن هو يبعد لأنه بس شك في نفسه، أو شك في إن الحلم ده مش مناسب ليه. وسيمينيو نفسه بدأ يحاول إن هو يتقبل فكرة إن الحلم اللي كان بيجري وراه يمكن ما يبقاش ليه مكان في حياته. لكن بعد سنة جاله اتصال من عمه عن فرصة لتجربة في برنامج كرة قدم تابع لكلية في إنجلترا، وسيمينيو قرر إن هو يروح، مش لأنه كان متأكد إن هو هيبقى لاعب محترف، لكنه قرر إن هو يجرب مرة تانية. وهنا حصلت المفاجأة، سيمينيو قدم مستوى كويس في التجربة وبدأ يسجل ولفت أنظار أندية تانية، وبعدها وصل لنادي بريستول سيتي، ومن هناك بدأ طريقه الحقيقي في الاحتراف. ابتدى إن هو يلعب مباريات ويسجل ويتطور ويطلع إعارات لحد ما وصل لنادي بورنموث وبقى لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. القصة بدأت بطفل عنده 15 سنة، أندية كتير قالت إن هو مش هينفع، لدرجة إن هو نفسه بدأ يصدق إن الحلم انتهى. لكن بعد فترة وهو بعيد عن كرة القدم رجع مرة تانية. ولكن السؤال هنا مش إزاي سيمينيو نجح، السؤال ازاي قدر يعرف ان الرفض اللي خده ما كانش حكم نهائي عليه، لان في فرق ضخم بين انا اترفضت وانا مش نافع. الاولى حقيقة وحصلت، لكن التانية حكم انت اللي اخترت تصدقه.
في سنة 1991 مايكل جوردن كان واقف على منصة التتويج لأول مرة هو وزمايله في شيكاغو، كانوا أبطال الدوري الأمريكي. لكن اللي الناس كانت شايفاه في اللحظة دي ما كانش هو كل القصة. قبلها بسنين جوردن كان مجرد طالب في المدرسة، وفي سنة من سنين المدرسة اسمه ما طلعش مع الفريق الأساسي. كان لسه صغير ولسه جسمه ما وصلش للحجم اللي كان يخليه يلفت نظر المدرب بالشكل الكافي، فراح لفريق الشباب. ودي كانت صدمة بالنسبة ليه لأنه كان عايز يلعب مع الفريق الأساسي وكان شايف إن هو عنده القدرة، لكن القرار كان اتاخد. جوردن ما خدش اللحظة دي كسبب عشان يسيب اللعبة، ولكنه خدها بشكل شخصي. رجع البيت وزعل، وبعدها بدأ يتمرن أكتر، وكان عنده حاجة عايز يثبتها مش للمدرب بس لكن لنفسه. كل مرة كان بيتمرن فيها كان فاكر اليوم اللي اسمه ما طلعش فيه، والفشل اللي كان ممكن يكسره بقى هو السبب اللي بيخليه يرجع كل يوم ويتمرن ويشتغل على نفسه. وبالفعل السنة اللي بعدها رجع للفريق الأساسي، لكن جوردن ما وقفش هنا، فضل يتطور ويتطور لحد ما وصل للجامعة، وبعدها وصل لفرقة في الدوري الأمريكي لكرة السلة اللي يعتبر أقوى دوري لكرة السلة في العالم. وبعد سنين من الشغل والخسارات وصل للحظة اللي كنا بنبدأ بيها. جوردن واقف على منصة التتويج وبيرفع أول بطولة دوري في مسيرته. الولد اللي زمان ما كانش اسمه موجود في الفريق الأساسي بقى دلوقتي بطل الدوري، وبعدها كسب بطولات تانية أكتر وبقى واحد من أعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ. لكن تخيل معايا كده لو جوردن كان حول الرفض لحكم نهائي على نفسه، كان ممكن القصة كلها تنتهي وهو لسه في المدرسة. وده الفرق بين شخصين بيتعرضوا لنفس الفشل، لكن واحد بيشوف الفشل كدليل انه مش قادر، والتاني بيشوفه كسبب يخليه يرجع اقوى. جوردن ما قدرش يرجع الماضي ويغير قرار المدرب، لكنه قدر يعمل حاجة أهم، إن هو يغير نفسه. وده يمكن أقوى درس في قصته. مش مهم أنت وقعت فين، لكن المهم أنت هترجع إزاي. يمكن انت دلوقتي بتعدي بفشل انت شايفه اكبر من قدرتك، فرصة ضاعت، تجربة اترفضت منها، او حاجة اشتغلت عليها كتير وما طلعتش زي ما كنت عايز، وساعتها عقلك بيبدأ يقولك يمكن انا مش كفاية او يمكن انا مش كويس. لكن بص على صلاح، تشيلسي ما كانش نهاية قصته، وبص على سيمينيو، الرفض وصله لمرحلة ان هو ساب الكورة لفترة طويلة ولكنه رجع. وبص على جوردن، الواد اللي ما خدش مكانه في فريق المدرسة رجع يثبت نفسه لحد ما بقى واحد من اعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ. الثلاثة وقعوا في لحظات مختلفة، لكن ولا واحد فيهم سمح للحظة دي إنها تحدد باقي حياته. وده الفرق. الفشل ممكن ياخد منك فرصة، لكن ما ينفعش ياخد منك قرار إنك ترجع وتستسلم. فلو أنت فشلت النهاردة ما تستعجلش وتحكم على نفسك، شوف اللي حصل وتعلم منه وغير اللي محتاج يتغير، وبعدين ارجع مرة تانية. لأن القصة مش بتخلص لما تقع، القصة بتخلص لما تقرر إنك مش هتقوم. لحد هنا كنا وصلنا لنهاية الفيديو، فلو عجبك الفيديو حط لايك واشترك في القناة، واكتب لي تحت في الكومنتات ايه اللي تحب نتكلم عنه في الفيديوهات الجاية. وبرضه لو عندك وجهة نظر اكتبها تحت في الكومنتات يمكن نستفاد منها. وبس كده، حافظ على عقلك واشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.